انت عارف انك لو استعملت جوجل اناليتكس تقدر تشوف وتعمل تراكنج للترافيك اللي على الويب سايت بتاعك، وده هيخليك تقدر تشوف مين الناس اللي بتزور الويب سايت بتاعك وتقدر تعرف سلوك الكاستمرز دول، وبناء عليه تقدر تعدل او تحسن اي حاجة في الماركتنج كامبين بتاعتك عشان تكون لايقة على الناس المهتمة بالكونتنت بتاعك. في تول على جوجل اناليتكس تقدر تساعدك تقلل نسبة الباونس ريت. لو ما سمعتش عن الباونس ريت ده قبل كده، فهو باختصار ان حد يدخل الويب سايت بتاعك ما يكملش اللفة ويقفل على طول. فمثلا لو الباونس ريت نسبته عالية معناها ان الناس بتدخل وفي حاجة بتخليهم ما يكملوش ويطلعوا، بس لو النسبة قليلة فده معناه ان الناس بتدخل وبتاخد لفة كاملة وبتتقلب بين البيجز. تسأل نفسك 3 أسئلة: هل الكول تو اكشن او السي تي اي اللي انا حاططها بتسهل على الناس ان هم يتحركوا جوه؟ تاني حاجة: هل في تكنيكال ايشو مخليه الويب سايت بطيء فالناس بتزهق؟ وتالت حاجة: هل الكونتنت اللي انا حاطه لايق على الناس اللي بتدخل الويب سايت ولا لا؟ بعد ما تجاوب على الأسئلة دي هتقدر تزود نسبة الترافيك، ولو عندك اي أسئلة سيبها لنا تحت في الكومنتس.